من غير لحمة هتعملي أحلى طاجن مسقعة هتاكليه في حياتك. خطير، لازم تجربيها بطريقتي وتعتمديها كمان. عندنا بتنجان رومي غسلينه كويس جدا، وبدأت كده قطعته مكعبات، قطعيه مربعات دواير، المهم يكون سمكه كده 2 سنتي. انا مش عايزاها سميكة ولا عايزاها رفيعة، يعني عايزاها بالسمك ده بالظبط. بولة بقى وانزلي عليها بشوية ملح كده تنزل المرارة بتاعتها والمية بتاعتها. فلفل رومي كده احتاجت حبايتين وقطعتهم برضو مكعبات بالشكل ده علشان تبقى باينة كده في طاجن المسقعة وتديها طعم خطير. جريلا سخنة كده بخة من الزيت. ايوه، مش هتقلي البتنجان من النهاردة، هتشويه خفيفة وطعمها خطير بالطريقة دي. وبعد كده خلصي كل الكمية، وطاسة بقى كده وفيها شوية زيت برضو بخة كده من الزيت، وانزلي بقى بالفلفل الرومي ياخد كده تشويحة بالشكل ده. عندنا كده حوالي من 5 ل6 فصوص توم مفرومين، شوحيهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي كده خطير. معلقة كده من الكزبرة تدي ريحة كده وريحتها تطلع. ننزل بربع كوباية من الخل الأبيض، عايزة أقولك الريحة تجنن. كوباية من عصير الطماطم، معلقة صلصة، ملح وفلفل أسمر وشوية كمون. يا خبر أبيض على الجمال. هاتي بقى الطاجن بتاعك وانزلي بقى بنص البتنجان والفلفل الرومي، وحطي شوية بقى من الصلصة بتاعتنا دي وبقية البتنجان وشوية صلصة. دخليها الفرن، وقرن بقى فلفل شطة كده اختياري، بس بتوديها في حتة تانية. أحلى طاجن مسقعة هتاكليه في حياتك من ايدك الحلوين. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.